السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بكم في يوميات ومدى وكنزي. يا ريت اول مرة لو حد بيفتح القناة ما ينساش يعمل اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد احنا بنعمله يا احلى اخوات في الدنيا. النهارده يا حبايب قلبي هعمل لكم ايه؟ هعمل لكم البطاطا بتاعتي الجميلة بطريقة مختلفة وبطريقة رهيبة جدا وهتعجبكم وهتجربوها. مش هتندموا، هتفضلوا على طول تعملوها يا حبايب قلبي. البطاطا متوفرة كتير في السوق ورخيصة في السوق. استغلوا الوقت اللي الحاجة طالعة فيها ورخيصة ومغذية جدا لولادنا، وفيها فيتامينات جميلة للأطفال وللعظم لأولادنا يا حبايب قلبي. فليه ما نستغلش البطاطا في السوق برخيص؟ رخيصة يا حبايب قلبي في السوق. استغلوها واستغلوا الحاجة وهي لسه طالعة يا حبايب قلبي واعملوها لولادكم. يلا يا حبايب قلبي عشان ما اطولش عليكم، معايا ايه؟ معايا كيلو بطاطا بتاعتي الجميلة هعملها بطريقة مختلفة. معايا ايه؟ معلقتين سكر. هعملها ايه يا حبايب قلبي؟ هعملها في الجرنون في قلب حلة، مش هشويها. انسي بقى الفرن وتبهدلي الفرن بتاعتك، لا انا النهارده هعملها لكم بالجرنون يا حبايب قلبي، ولا ميه ولا فرن. هنعملها ازاي؟ تعالوا معايا يا حبايب قلبي، هنشوف ازاي في الحله وهنشوف ازاي في الجرنون بطريقه مختلفه يا حبايب قلبي. خليكم معايا يا احلى اخوات. معايا يا احلى اخوات، معايا ايه؟ معايا جرنان اهو، معايا الحله بتاعتي اهي يا حبايب قلبي. ما بعملش حاجه الا لما بوريها لكم يا احلى اخوات. معايا اهو الجرنان بتاعي، بس حاطه ايه؟ حاطه ورقه كروس عليها من بتاعه الاولاد بتاعه المدرسه. هعمل ايه؟ انت معاكي ميه عاوزه ترشرشي كده عليها رشرشي، بس انا مش هرشرش كده. هعمل ايه؟ هاخد معايا طبق فيه شويه ميه، هبل الكراسه بتاعتي، ورقه الكراسه بتاعتي زي ما انتم ما شايفين اهو يا احلى اخوات. ما بعملش حاجه غير ما بوريها لكم. هبلها كده يا حبايب قلبي واحطها في الحله بتاعتي اهي بالمنظر دوت. بس هعمل ايه تاني بعد ما بليت ورقه الكراسه بتاعتي؟ عندك طريقتين، عاوزه ترشرشي كده زي ما انا وريتك، وعاوزه تبلي، بس الاحسن تبلي ورقه الكراسه كده في الطبق اللي فيه الميه زي ما انا ما وريتك. تبليها بالمنظر ده، سهله وبسيطه ما فيهاش اي صعوبه. لو انت مش عاوزه تبهدلي نفسك وتبهدلي الدنيا حواليكي ميه، رشرشي كده في قلب الجرنان رشي كده بس زي ما انا ما وريتك. طريقه سهله وبسيطه، ولا تبهدلي الفرن ولا تبهدلي نفسك، والفرن بتاعك يبقى نضيف من جوه، لان البطاطا لما بتعملها في الفرن بتنزل ميتها في الفرن وتبهدلي الفرن. لا ولا تبهدلي نفسك ولا اي حاجه. دي طريقه تحفه جدا جدا زي بتاعه بره بالظبط، ولا تبهدلي نفسك ولا اي حاجه. يلا يا حبايبي هعمل ايه تاني بعد ما بليت ورقه الجرنون بتاعتي وحطيتها؟ شوفوا يا احلى اخوات، الحله بتاعتي اهيت. هاخد البطاطا بتاعتي بالمنظر دوت، هرصها كلها كده في الحله اهو يا حبايب قلبي. هرصها بالمنظر ده واوريكم يا احلى اخوات انا هعمل ايه تاني. رصيتها يا احلى اخوات في الحله بالمنظر ده زي ما انتم ما شايفينه. هعمل ايه؟ معايا السكر بتاعي، حابه تحطي معلقتين 3 معالق حسب التحليه بتاعتك اهي. دي عشان هتعمل لي الكراميل بتاعها في الاخر، عشان احنا طبعا ما حطيناش ميه. هتشوفوا الكراميل بتاعها في الاخر يبقى عامل ازاي. هعمل ايه تاني يا اخواتي؟ معايا الميه بتاعتي اهي. اجيب الكراسه بتاعتي، ورقه الكراسه بتاعتي ابلها برده بالمنظر دوت او زي ما انتم ما شايفين. هي يا حبايب قلبي طبعا ما بعملش حاجه غير ما بوريها لكم. هعمل ايه؟ هاخدها حله البطاطا بتاعتي اغطي بيها البطاطا بتاعتي بالمنظر دوت، وهوطي عليها النار يا حبايب قلبي. بصي غطيها كلها كده اهو. هغطي كل الجرنون كده في حله البطاطا واغطيها بالغطا بتاعي يا حبايبي، ووطي عليها النار واوريكم احلى بطاطا هتاكلوها والله العظيم. استغلوا يا حبايبي الحاجه رخيصه في السوق. هغطيها بالمنظر دوت وغطيها بالغطا الحله يا حبايبي، واوريها لكم بقى، بس اوطي عليها النار واوريها لكم يا حبايبي بعد ما تستوي. جربوا الطريقه دي تحفه جدا جدا مش هتندموا. البطاطا بتاعتي يا حبايبي كنت مغطيه عليها النار، شايفين الجمال والحلاوه؟ شايفين يا حبايب قلبي؟ وطي عليها النار ولا هتتحرق منك ولا اي حاجه. شايفين الجمال والحلاوه؟ وطي عليها النار. بصي وطي عليها النار هتستوي منك وهتبقى جميله وهتبقى زي الفل. شايفين الجمال والحلاوه يا حبايب قلبي؟ هسويها واوريكم الجرنان بتاعي، ولا الحله اتحرقت ولا الجرنان اتحرق ولا اي حاجه. هحطها في الطبق بتاعي يا حبايب قلبي واوريكم الجمال والحلاوه والتكات والحركات عند ام دهب وكنزي يا حبايب قلبي، مش هتلاقوها في اي حته. خليكم معايا، هغرف الطبق بتاعي يا حبايبي وارجع لكم تاني. وادي يا حبايب قلبي بعد ما طلعت من الحله يا حبايبي، شايفين الجمال والحلاوه؟ معلش يا حبايب قلبي وانا كنت برصها في الحله، معلش النور قطع، فهتلاقي الاضاءه وانا برص البطاطا في الحله النور قطع وانا برصها، فاضطريت اصور بالكشاف بتاع التليفون يا حبايب قلبي.
فانا بصور والنور قطع، اضطريت ان انا اكمل الفيديو ما قفلتش، فهتلاقوا معلش الاضاءه شويه يا حبايب قلبي. وادي البطاطا بتاعتي بعد ما استوت. عاوزه اوريكم الحله والله العظيم ولا اتحرقت ولا اي حاجه، الجنون زي ما هو. تعالوا معايا في الحله يا حبايب قلبي اوريها لكم. بصوا الحله يا حبايب قلبي ولا اتحرقت ولا اي حاجه. شايفين المنظر؟ شايفين الكراميل اللي طلع منها؟ الكراميل ده هاخده واحطه في الطبق. خدت الكراميل يا حبايب قلبي، شايفين منظر الكراميل؟ خدته حطيته في طبق لوحده يا حبايب قلبي. شايفين المنظر والحلاوه ولا الجنون بتاعي اتحرق ولا اي حاجه. والله العظيم جربوها، تحفه جدا 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 وجميله ومستويه، بس وطي عليها النار واصبري عليها شويه ما تستعجليش. شايفين الحلاوه؟ شايفين الجمال يا حبايب قلبي؟ جميله ومفيده جدا للاطفال ولعظمهم ومغذيه يا حبايب قلبي، وجربوها مش هتندموا. شايفين المنظر والجمال والحلاوه؟ وادي الصوص اللي طلع منها. هتفتحيها وتحطي الصوص ده جواها يا حبايب قلبي. الصوص ده طعمه جميل جدا مكرمل، نازل العسل بتاع البطاطا مع معلقتين السكر اللي احنا حطيناهم. حتى لو ما تفتيش ليها سكر هي بتنزل العسل بتاعها يا حبايب قلبي في الاخر، بس انتوا تطولوا بالكم عليها شويه لان هي ما بتوطوا النار بتطول شويه في السوا. شايفين منظرها وهي مستويه يا حبايب قلبي؟ هفتح واحده واوريها لكم. بصوا احلى اخوات، معايا واحده اهي هفتحها معاكم اهيت. شايفين المنظر؟ هفتحها كده بالسكينه او بالمعلقه بتاعتي. شايفين المنظر؟ هتفتحيها بالمنظر دوت. هتاخدي حبه صوص اهو من الصوص اللي احنا عاملينه اهو يا حبايب قلبي، وهترشي عليها بالمنظر ده. هتاكلي بطاطا بالصوص اللي نازل منها، تحفه 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 يا حبايب قلبي. افتحوها كده وحطوا جواها الصوص الكراميل ده يا حبايب قلبي، جميل وطعمه تحفه. جربوه مش هتندموا، وريحتها جميله جدا وطعمها تحفه والله العظيم جميله. طبعا المنظر طبعا والطبق بيتكلم عن نفسه اهو يا حبايب قلبي، والصوص اللي طالع منها. افتحيها كده زي ما انا وريتك وجربوها مش هتندموا يا حبايبي. استغلوا الحاجات اللي لسه طالعه، بتبقى طعمها جميل جدا يا حبايب قلبي. طبعا يا حبايبي طبعا الطبق قدامكم اهو بيتكلم عن نفسه، مش محتاج ان انا اتكلم عنه كتير يا حبايب قلبي. وجربوها مش هتندموا، طعمها جميل جدا ومغذيه يا حبايب قلبي لولادكم. وادي الجمال وادي الحلاوه، مش محتاج ان اتكلم كتير واقول لكم يا حبايب قلبي جربوها، واقول لكم هتوحشوني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا حبايب قلبي.